هيحصل ايه لو اشتريت عربيه مغيره سقف او مغيره نص او فيها لحام عند رقم الشاسيه او في القوايم، وانت بتجدد ترخيص العربيه في الفحص هيشكوا فيها وهيحولوك لجنه فنيه، وهناك هيفحصوا العربيه فحص كامل، ووقتها ممكن يرخصوا لك او ما يرضوش يرخصوا لك بسبب ان العربيه غير امنه، وعربيتك تاخد رفض مرور وضاعت فلوسك يا صابر. ولو عربيتك خدت رفض مرور هتدوخ السبع دخات علشان ترخصها تاني، لازم تجيب فاتوره تثبت ملكيتك للجزء اللي انت قطعته وغيرته، ولازم كمان تجيب جواب من شركة وطنية بصلاحية الجزء ده وان هو ركب صح وصلاحية العربية اصلا للاستخدام تاني. بعد كل ده عربيتك مش هترخص كده عادي زي العربيات العادية، لا، ده هيتدق رقم محلي على قايم عربيتك يقول ان هي كان فيها شغل في القوايم، ان هي مغيره ربع مغيره نص، وطبعا كل ده مثبوت في ملف العربيه في المرور. وبعد كل اللي قلناه ده طبعا قيمه العربيه بقت في الارض. علشان كده لو بتشتري عربيه مستعمله لازم تفحصها في مكان معتمد، ولو شكيت ان العربيه دي فيها شغل